عسلامة عسلامة ومرحبا بكم أنتم في عالم دقلة النور ومن نرجي معتوك تجيكم الفيديو متاعنا. أما قبل كل شيء هتنصليوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تشوفوا اليوم المقترح متاعنا هو بشكوت العيد، لكن بشكوت العيد بطريقة مختلفة وبمكونات مختلفة أيضا. إذا عجبتكم الفكرة أبقوا معايا للأخير وتشوفوا معايا الرسات والمقادير وطريقة التحضير. كما تشوفوا هني خذيت عندي 2 كيلو فرينة، غربلتهم وحطيتهم. باش نستعمل أيضا سكر تمر في بلاصة السكر العادي، وتقريبا نفس المقادير، يعني خذيت 700 جرام سكر تمر، خذيت نصف لتر زيت، خذيت 50 جرام خميرة كيميائية، فانيليا 40 جرام، قشور البرتقال المرحيين خذيت 20 جرام، وبسباس أيضا خذيت حفنة صغيرة تعطي نكهة مزيانة برشا. أول حاجة بطبيعة الحال باش نخلط المكونات الجافة، السكر الأبيض، السكر التمر مع الفرينة، ونزيدها الخميرة الكيميائية. دونك نخلطهم بالباهي مع بعضهم، وبعد في مكان في إناء آخر باش نخلط المكونات السائلة. وبالنسبة للمقادير السائلة أو للمكونات السائلة استحقيت 13 بيضة اللي تناسب الكمية هذه، كسرتهم وحطيتهم، كسرتهم في وعاء آخر وزدتهم بالكعبة بالكعبة. ثم أضفت المنكهات اللي هي الفانيليا، ثم قشور البرتقال المرحي، يعطي ريحة جميلة جدا. ثم أضفت زيت الزيتون، وفي الأخير عندي ماء العطرش، استعملت 3 بولات كما هكاك، 3 من الأواني هكمية، خلطت بالباهي بالباهي. في جهة أخرى كنت محضرة شوية جلجلان، نقيتها وغسلتها وحطيتها وهي مبلولة، معناتها ماهيش مش معناتها استنيت انها تشيح. اضفتها على الخليط باش تتحل هكا معايا في المكان الكل، وتتوزع لي في البشكوتو الكل بكميات متفاوتة. هني إذا خلطت الكميات المقادير السائلة، خلطهم مع الفارينة، بديت نحرك بالمغرفة هكا بشوية حتى بدا يثقل معايا القوام شوية. وقتها لبست ليغون وبديت نعجن بإيدي بشوية، دونك حتى تحصلت على عجينة طرية. نخلط فقط من غير عجن، يعني فقط لمين العجينة هكا بشوية بشوية باش نتحصل على القوام المطلوب. وبطبيعة الحال البشكوتو هذا نخدموه بماكينة البشكوتو، سواء اليدوية أو الآلة الكهربائية. بما أني الكمية قوية شوية استعملت الآلة الكهربائية. هني عندي الوعاء اللي حطيت فيه البيض وكل المقادير هذيك، زدت شوية عطرش خاطر حسيت العجينة مازالت تستحق شوية، خاطر لازمها تكون طرية نوعا ما باش يكون معايا البشكوت ومن بعد هشوش وبنين. دونك خذيت الطبق متاعي، دهنته بالزيت من الأسفل، وبعد شكلت البسكوي متاعي وطيبته في 180 درجة. المدة الزمنية اللي خذاها معايا ماهيش كبيرة برشا، يعني بين 15 و 20 دقيقة الوقت اللي خذاهولي وقت التشكيل متاع الطبق هذاك. دونك انتم عينكم ميزانكم، تنجموا تحطوا معناتها تخليوه بدرجة النضج اللي تحبوها انتوما. كما تشوفوا معناتها فيسا فيسا تك تك كملت الطبقات متاعي. عمل لي الكمية هذيك طيحت لي 4 طبقات، على ما أظن 5 طبقات. كمية باهية. البشكوتو بنين وهشوش وطري. المذاق متاعو معتدل الحلاوة، يعني تساعد ياسر الناس اللي ما يحبوش الحاجة الحلوة وإلا يلوجوا في حاجة صحية. وكما تعرفوا انتم السكر الأبيض عنده برشا مضار، زيد عليه كونه مفقود، معناتها ماهوش موجود برشا بكمية كما العادة معناها كل. دونك عنا احنا البديل، بديل يعني يخلينا نستغنيو على الحاجات المفقودة، وفي نفس الوقت أيضا نربحوا صحتنا، خاصة وأنه السكر الأبيض عنده برشا مضار. هني البشكوتو كما تشوفوا كي يحضر معايا. دونك هذه هي النتيجة. تشوفوا اللون متاعو مش غامق برشا، معناها مزيان اللون متاعو، كل اللون متاعو مزيانة. خدمته بسكر التمر، متوفر عندي في الفورما متاع الطل والكيلو، للي يحبوا للي مهتم واللي يحب يجرب الرسيت وحده. دونك هذه هي النتيجة كما تشوفوا.
كعبات بشكوتو مزيانين، بنينين، يشرهوا ريحتهم فاوحة، ريحة قشور البرتقال مع البسباس عاطية نكهة مزيانة برشا، والهشاشة زادا طري بالباهي كما تشوفوا، حتى الرتبة مرطوب، يعني للناس اللي تحب تستغنى عن السكر الأبيض وتبدلو بسكر تمر، راهو حاجة فيزابل برشا، حاجة تنجم معناتها تطبقها. فقط تابعوا القناة وتابعوا الريسيتات متاعي، ونعطيكم مقترحات والمقادير مع طريقة التحضير بطبيعة الحال. يعني تنجموا في كل وقت تدخلوا الوصفات هذية باستعمال سكر تمر في بلاصة سكر الأبيض. إذا وصلت معايا لهني فأنت من المتابعين المميزين، رجاء فضلا وليس أمرا مشاركة إذا أنتم وصلتوا معايا لهني فأنتم من المتابعين المميزين، رجاء فضلا وليس أمرا مشاركة الفيديو، تعملوا جيم وبارتاج باش توصل الفيديو لأكبر عدد ممكن. وإذا أنت أول مرة تشوف القناة متاعي ما تنساش تعمل جيم سابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. هكا نلقاكم على خير وإلى فيديو قادم إن شاء الله، وبسلامة.